شفت قبل كده حد منحوس؟ لو ما شفتش تعال احكي لك عن اكتر حد منحوس مع الفلوس. واحد شغال عامل نظافة بيجمع الزبالة من الشوارع. مرة واحدة لقى رزم دولارات مرمية في الزبالة، خدها وخباها في البيت. بس الفلوس دي كانت غريبة، وهو بدل ما يصرف ويبعزق في الفلوس عمل حاجة غريبة قوي. كمان الأمم المتحدة اتدخلت في الموضوع. يا ترى عمل ايه؟ وايه حكاية الفلوس دي؟ وايه علاقتهم بالأمم المتحدة؟ لو عايز تعرف الحكاية كلها خليك معايا في الفيديو ده. لو مشيت في الشارع ولقيت 100 جنيه بتقول أنا كده مرزق ومحظوظ. طيب لو لقيت ملايين ورزم من الدولارات هتعمل إيه؟ في ناس هتدور على أصحابها، وناس تانية هتاخدها وتخبيها وتتمتع بكل جنيه من الفلوس دي. قصتنا النهاردة مع واحد لقى رزم دولارات بس الفلوس كانت منحوسة، وهو كان منحوس أكتر منها واتصرف بشكل غريب. الحكاية بدأت في الهند لما كان سلمان سكي عامل النظافة الهندي بيجمع الزبالة من الصناديق في منطقة جنب السكك الحديدية هناك، زي ما نشر موقع مصراوي حسب رواية موقع إنديان إكسبريس. غالبا كان فاكر خارج اليوم ده وأمه دعيله، لأنه وهو بيلم الزبالة مرة واحدة لقى شنطة مليانة فلوس. الشنطة كانت مليانة رزم من الدولارات الأمريكية، 23 حزمة ملفوفة، يعني حوالي 3 مليون دولار، يعني بالمصري حوالي 143 مليون جنيه و931 ألف و150 جنيه. وكانت الفلوس ملفوفة بورق. بس الغريب إن ريحتها كانت وحشة جدا. تخيل وقتها سلمان إن ريحتها دي لأنها كانت في الزبالة. سلمان أول ما شاف الفلوس قال بس خلاص أنا كده عديت الفقر وهبقى من أصحاب الملايين. روح البيت وفتح الفلوس وقعد يعدها وبعدين خباها جوه بيته. لكن بعدها تعب جدا، وبعد شوية وقت انتبه إنه تعب من الريحة اللي كانت طالعة من الفلوس، وهي ريحة مواد كيماوية، وأدرك إن الريحة دي أثرت على حياته. بعدها ندم سلمان وقرر إنه يتواصل مع أي حد يفهمه إيه اللي حصل له من الفلوس. فتواصل مع ناشط محلي اسمه كليم الله. الراجل ده هو العضو التنفيذي والوطني لحزب معروف في الهند. على طول الناشط ده اتصل بالشرطة. الشرطة بقى وهي بتتكلم مع سلمان عرفت إنه ملقاش الفلوس لوحدها. يا ترى بقى كان فيها إيه؟ بص يا سيدي، كانت الفلوس معاها مذكرة رسمية المفروض إنها مختومة من الأمم المتحدة. المذكرة دي مكتوب فيها: تقوم اللجنة الاقتصادية والمالية بإنشاء صندوق خاص تم التصويت عليه من قبل أعضاء مجلس الأمن لمساعدة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان، ونظرا للعمليات المصرفية وجمع هذه الأموال من قبل أشخاص غير مسرح لهم مثل هذه الأموال. أذنت الأمم المتحدة للجنة المالية التابعة للأمم المتحدة بوضع ختم ليزر مرئي على الأوراق النقدية لتكون بمثابة ضمان حتى تصل الأموال إلى وجهتها بأمان. ده غير إن المذكرة كشفت كمان إن الفلوس دي عليها مادة كيميائية أول ما بتتعرض للهواء والضغط الجوي بتبدأ تنتشر وتسبب تعب ومشاكل لكل اللي هيفتح الشنطة، ولازم لما تتفتح يتحط عليها مادة كيماوية تانية تضيع أضرار المادة الأولانية. وعلشان سلمان دي مش فلوسه ما كانش عارف يعمل إيه، ففتحها وعرضها للهواء فتعب جدا. بعدها الشرطة في الآخر خدت الفلوس وبعتتها للبنك الاحتياطي الهندي علشان تفحصها وتعرف باقي حكايتها، وفي شك كبير إنها مزورة أصلا وكانت جزء من عملية احتيال كبيرة. ودلوقتي بقى قول لنا أكبر فلوس لقيتها في الشارع كانت كام وعملت بيها إيه؟